جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع أحسن نتيجة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عقل وقلب. خلينا نتكلم عن حاجات بنشوفها كل يوم باستمرار حوالينا. كل يوم الواحد فينا بيتعامل مع كمية شخصيات كتير جدا، سواء في الشغل أو في النادي أو معارف أو أصدقاء أو قرايب. بتتعامل مع كل الأنواع من الشخصيات. بس هل عمرك سألت نفسك في مرة وانت بتتعامل مع الناس، هل الشخص ده فريندلي، الشخص ده كولد، الشخص ده توكسيك؟ هل انت بتصنف الناس في دماغك على حسب الشكل ده من الشخصيات، ولا انت بتتعامل مع الناس عموما عادي؟ لازم تبقى كل واحد نصنفه في دماغك بشكل عشان تعرف تتعامل معاه. اول ما تيجي تتعامل معاه كده تبقى عارف هل الشخص ده مثلا فريندلي ودود انا اقدر اتكلم معاه براحتي، ولا الشخص ده كولد بارد ما بيحبش الكلام اتجنبه اخليه هو اللي يفتح معايا الكلام، ولا الشخص ده توكسيك وسام واي كلمه هقولها له هيحولها في دماغه لمشكله كبيره. ده اللي احنا هناخده النهارده، وده اللي انا هفهمه لك النهارده في الحلقه بتاعتنا. خلينا بقى نتكلم واحده واحده كده ونبدا بشخصيه شخصيه، ونتكلم على الشخص الفريندلي اللي احنا بنسميه الاكستروفيرت او الشخص المنفتح اللي احنا بنشوفه حوالينا في كل حته، مبتسم دايما وبشوش، وكل ما تيجي تتكلم معاه كده تحس ان هو بيتكلم معاك باريحيه. تيجي تقابله تلاقيه بيقول لك كومنت حلو على لبسك، على شكلك، شكلك حلو قوي النهارده، التيشيرت ده حلو جدا، حلو قوي اللون ده، بقى خلي بالك يبقى البسه على طول، القميص ده حلو جدا، مش عارف ايه. هو طول الوقت بيديك كومنتات شكلها حلو عليك. الشخص ده او الاكستروفيرت ده او الفريندلي ده من الناس اللي انت محظوظ لو انت قابلتهم في حياتك. في كتاب اسمه How to Win Friends and Influence People، بيتكلم عن رجل اعمال كبير جدا اسمه تشارلز شواب. الراجل ده من انجح رجال الاعمال اللي موجوده في امريكا. فعملوا معاه لقاء يسالوه، على فكره الكتاب ده من اكتر الكتب مبيعا. عملوا معاه لقاء يسالوه، يقولوا له ايه سر نجاحك؟ قال لهم انا ما بكسبش الناس باي حاجه غير العاطفه. لما انت تخش على حد وتكسبه بالعاطفة هتاخد كل اللي معاه وهتاخد كل الفلوس اللي في جيبه. فالفكرة كلها ان العاطفة ليها دور مهم جدا جدا في حياتنا اليومية. فالشخص اللي انا بقولك عليه اللي هو الاكستروفيرت ده بيبقى دايما مريح للي قدامه، وبينجح جدا 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 لو هو شغال مثلا في العلاقات العامة في شركات، او شغال في الناس اللي هم بيخلصوا ديلات كبيرة، لان هو بيبقى عارف كويس جدا جدا يكسب اللي قدامه، وبيبقى عارف كويس جدا يدوس على الزراير اللي يكسب بيها الشخص اللي قدامه. طيب، هل الشخص الفريندلي ده او الشخص الاكستروفيرت ده نوع واحد ولا كذا نوع؟ لا بالعكس، ده هم كذا نوع وانواع كتير جدا، وتعالى بقى اعرفك اهم الانواع فيهم. هنبدأ بأول نوع، وده اسمه المعبر، اللي هو دايما طول الوقت بيحب يحكي حكايات. لو انت قاعد معاه كده تلاقيه في القعدة هو الوحيد اللي بيتكلم، عمال يحكي عن حاجات حصلت معاه، عمال يعبر عن مشاعره. انا كنت فرحان في المكان الفلاني، انا كنت سعيد في الحتة الفلانية، انا في المكان الفلاني كنت متضايق، الشخص ده لما شفته مرتحتش. هو طول الوقت بيتكلم. الشخص ده جميل جدا لان انت بتبقى عارف كل اللي جواه، بيبقى زي ما بنقول كده كتاب مفتوح. ولكن عنده مشكله كبيره جدا ان هو بيتكلم اكتر من اللازم، وممكن يكون مش بيسمع اللي قدامه كويس. طيب، تاني نوع بقى من الاكستروفيرت اللي هم الناس الاجتماعيين بقى، مين؟ اللي هو كاريزماتيك. الشخص الكاريزما ده التقيل، اللي هو يخش مكان تحس اللي حواليه هالة كده. اول ما يخش مكان تلاقي الناس كلها بتبص له، اول ما يتكلم الناس كلها تسكت وتسمعه. هو عنده كاريزما ربنا خلقه بيها، من نبرة صوت لطريقة كلام لإلقاء لمش عارف ايه. كل حاجة هو بيعملها بتدل ان هو شخص كاريزماتيك، والناس بتحب الشخص ده جدا وبتلاقيهم ماشيين وراه في قراراته. يعني ممكن الشخص ده يبقى قاعد في اجتماع او حاجه زي كده وبيتكلم، يقول مثلا كلمه معينه، تلاقي الناس كلها اخذت بكلامه ومشت وراه، مع ان الشخص ده ما فيهوش حاجه غير الاشخاص التانيين، غير ان هو اسلوبه بس لبق شويه في الكلام، طريقه كلامه كويسه، نبره صوته كويسه، عنده اي كونتاكت كويس، وغالبا بيكون دارس كوميونيكيشن سكيلز كويس جدا جدا جدا. اما عيب الشخص الكاريزماتيك ده ان هي ساعات بتقلب معاه بسنه غرور. تلاقيه شويه كده يتغر في نفسه، او شويه كده تحس ان هو بيتكلم على نفسه كتير. طيب، مين تاني بقى؟ الشخص الداعم، اللي هو طول الوقت لما يلاقي حد زعلان يروح يطيب خاطره، يلاقي حد مشغول في حاجة يروح يقف يساعده فيها، يلاقي حد محتاج حاجة يديها له. ده شخص كويس جدا، وهتقابله وهتلاقيه معاك في كل مكان. وكل لما انا اتكلم على شخصية من دول هيجي في دماغك اسم فلان تعرفه او اسم علان تعرفه. طيب، الشخص ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو بينسى نفسه. طول الوقت بيدعم الآخرين ولكن بينسى نفسه في معظم الأوقات. مين تاني بقى؟ الشخص الطاقة الإنرجيتك ده، اللي هو طول ما انت قاعد عمال يديك في طاقة. انت احسن واحد في الدنيا، انت انجح واحد في الدنيا، مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده كويس. انت بتحب قعدة الشخص ده. الشخص ده دايما بيكون محور اي قعدة. تلاقي مثلا انت لو تعرف 10 اصحابك
كلهم قاعدين في قاعده معينه وانت رايح تقعد معاهم ولقيت الشخص ده موجود في وسطهم، هتروح تقعد جنبه. ليه؟ لان انت محتاج تسمع ده، محتاج الشخص ده يقول لك: ها، عملت ايه في البرزنتيشن بتاعك؟ يا والله ممتاز، ده انت ناقشت حته حلوه جدا، ده انت شاطر جدا، ده انت مش عارف ايه. هو طول الوقت عمال يدعمك. الشخص ده يا بختك لو قابلته في حياتك. بس مشكله الشخص ده ان هو برضو بيحس بالوحده طول الوقت، او الطاقه اللي هو بيديها للناس دي بيبقى هو محتاجها تجيله هو. وعلى عكس الشخص الاجتماعي الاكستروفيرت، في شخص تاني اسمه انتروفيرت، او الشخص الانطوائي اللي بيحب يقعد مع نفسه كتير. الشخص الانطوائي ده هو شخص انت هتلاقيه مش بيتكلم كتير، كل كلمة محسوبة، ممكن تتكلمه يتجاهلك او يرد عليك بالراحة، انت ممكن تحس ان هو عنده سنة غرور. ولكن الشخص الانطوائي ده بيكون ناجح في حاجات كتير جدا. ألبرت أينشتاين لما سألوه قالوا له: ايه سر عبقريتك؟ قال لهم: ان انا بعزل نفسي عن الناس وبقعد لوحدي دايما. فالشخص الانطوائي هو مش شخص بارد، ولكن هو شخص اولا ما بيحبش يتعامل مع الناس كتير، ثانيا بيحب يقعد مع نفسه كتير ويفكر كتير. والاشخاص الانتروفيرت العلم اثبت ان هم بيبقوا ناجحين في حاجات كتير جدا. يعني اي شغل فيه كمبيوتر، هو قاعد مع الكمبيوتر شويه، او هو بيعمل زي مثلا شغل مونتاج او محاسبه او حاجه زي كده، بيكون الشخص الانطوائي انجح فيه من الشخص الاجتماعي. الشخص الاجتماعي شغاله في حته زي العلاقات العامه، ولكن الشخص الانطوائي شغاله في الحسابات او المونتاج والحاجات اللي هي مع الكمبيوتر باستمرار دي. خلينا بقى نعرف انواع الاشخاص الانطوائيين. نبدا باول واحد اللي هو المفكر، اللي بيحب يقعد مع نفسه عشان يفكر. بيحب يفكر في كل حاجه، بيحسب الخطوه قبل ما ياخدها 1000 مرة. الشخص ده كويس جدا وجميل جدا وبيبقى ناجح دايما في شغله وفي حياته، ولكن ما بيبقاش عنده علاقات اجتماعيه كتير. ودي مشكلته، لانه بيعيش جوه دماغه اكتر من اللازم، وبيحلل الامور اكتر من الطبيعي. يعني طبيعي جدا ان احنا نعمل اناليسيز للحاجه اللي حوالينا والامور وردود الافعال اللي الناس عملوها، ولكن الشخص ده بيكون اكتر حساسيه من اي حد، وبيكون اكتر واحد بيفكر في القعده. فدي بتكون مشكلته ودي بتكون عيبه. الشخص التاني الباحث او القارئ، ده بيكون انتروفيرت برضه، شخص مقفول عليه، ما بيتكلمش مع حد كتير، ما بيكلمش حد كتير، بس طول الوقت عمال يخزن معلومات في دماغه، بيقرا عن كل حاجه. شخص مثقف جدا جدا جدا، انت تتكلم معاه تلاقي دماغه كبيره جدا، بس هو ما بيتكلمش عشان هو ما بيحسش ان في حد فاهمه. من كتر العلم اللي هو دخله جوه دماغه، من كتر المعلومات اللي هو عمال يحفظ فيها، بقى مش عايز يناقش حد، مش عايز يتكلم مع حد. الانطوائي الهادي، اللي هو عنده سلام كده جواه وشايف ان كل الناس تمام وانت قشطه، وتيجي تكلمه في اي حاجه يقول لك عندك حق وصح وحاضر وبتاع. هو بيتجنب اي حاجه مع اي حد، هو بيكبر دماغه بمعنى اصح. في واحد تاني بقى اللي هو كرييتيف، اللي بيفكر طول الوقت، عايز يعمل حاجه كويسه، عايز يطلع بمش عارف ايه، فهو ما عندهوش وقت ان هو يقعد مع حد. بس الشخص ده ما بيكونش انطوائي اللي هو عنده رهاب اجتماعي، بيكون انطوائي ما بيحبش يتكلم كتير، قاعد مع نفسه شويه، بس تيجي تتكلم معاه تطلع منه فكره كويسه. وده بينجح جدا جدا في الحاجات اللي ليها علاقه بالماركتنج والتسويق والحاجات دي، بيكون شخص شاطر جدا جدا. بتقعده جوه في الشركه وتسيبه هو يفكر مع نفسه، وفجاه تلاقيه طالع لك بفكره مش موجوده عند حد، في حين ان انت ممكن تكون انت قاعد انت والفريق كلكم عمالين تفكروا في حاجه مش عارفين توصلوا لها، وده يطلع من الاوضه جوه يقول لك: انا فكرت في كذا، خلينا نعمله، ويطلع انجح فكره فيها. ومميزات الشخص الانطوائي ده ان هو بيسمع اكتر ما بيتكلم. يعني وانت بتتكلم معاه هتكون مرتاح جدا. الشخص ده وانت بتكلمه هتلاقيه طول الوقت بيسمعك، فانت هيكون عندك براح واريحيه اكتر ان انت تتكلم معاه. دي نقطه. تاني نقطه، تفكيره حلو، فانت لو خدت رايه في موضوع هتوصل معاه لنتيجه كويسه. تالت حاجة إن هو منطقي وبيحلل الحاجات كويس. يعني أنت لو جيت قلت له خلينا نعمل كذا، زي ما قلت لك في منهم أنواع كتير جدا، إن هو القارئ والباحث والمش عارف إيه، فهتلاقي عنده معلومات كويسة عن الحاجة اللي أنت بتسأله عليها. فالشخص الانطوائي أنت لو قربت منه وكسبته برضه يا بختك، لأنه هو هيضيف لك كتير جدا. ولكن مشكلة بقى الشخص الانطوائي إن هو بيخسر في حياته حاجات كتير جدا. يعني الفرق ما بين واحد انطوائي وواحد اجتماعي كبير جدا جدا جدا. خلينا ناخد مثلا عن 2 صحاب رايحين حفلة تخرج أو رايحين مكان مع بعض. تخيل، بلاش حفلة تخرج، خلينا نتكلم مثلا عن 2 صحاب رايحين المكتبة يقروا كتاب. واحد فيهم انطوائي وواحد فيهم اكستروفيرت أو اجتماعي. الاكستروفيرت ده هيصحى من النوم يتصل باصحابه: يا فلان انت فين، حجزت لي؟ طب انا جاي خلاص، مش عارف ايه. يا فلان هتعدي عليا بالعربيه؟ طب انا جاي لك، طب مش عارف ايه. هو مرتب كل حاجه مع الناس قبل ما تشوفها. حتى الراجل اللي واقف بيحجز تذاكر ده ممكن يكون عارفه اصلا. ايه يا احمد عامل ايه؟ بقول لك ايه، خلص لي الموضوع ده بسرعه. مش عارف. علاقاته كتير جدا جدا جدا، بيتفاعل مع الناس بسرعه جدا، بيخلص كل حاجه كده. على عكس بقى الشخص الانطوائي ده بيتعب شويه في حياته. ليه؟ لان ما يعرفش احمد ومحمد وعلي، هو كل اللي هو عارفه ان هو رايح المكتبه يقرا كتاب.
فبياخد الامور بالشكل الطبيعي بتاعها، بينزل يركب مواصلات عادي، بيقف في الطابور عشان يدفع التيكت، ما بيكونش ليه صحاب كتير، بيكون رايح يقعد مع نفسه، ما بيحسش بالمتعه اللي بيحس بيها الاكستروفرت. وثالث شخصيه بقى اللي احنا هنتكلم عليها، ان انا ذكرت جزء منها، وهو الشخص الكاريزماتيك او الشخص الكاريزما. الشخص الكاريزما ده بيثبت حضوره في اي مكان، اي حته هو بيخش فيها بيبقى ليه حضور كده او ليه طلة. ليه الشخص ده بيكون ليه حضور او ليه طلة؟ عشان دايما الشخص ده رأيه صائب، ما بيتكلمش كتير، بيسمعك كويس، عنده اي كونتاكت كويس، صوته مسموع، فاهم كل حاجة هو بيعملها، ومفيش حاجة بيعملها الشخص ده ما بتبقاش هباء كده، او ما يعني كل حاجة، كل تصرف لو سألته انت عملت كده ليه هتلاقي وراه إجابة. عمرك سمعت عن كلمة اسمها كاريزما الموقف؟ عمرك سمعت عن الكلمة دي؟ خليني أفهمك يعني إيه كاريزما الموقف. مش أوقات كتير جدا كده تلاقي مثلا ناس في الشارع بيتخانقوا، فيخش واحد ولا يعرف ده ولا يعرف ده، بس يا ابني اسكت انت، اقف انت على جنب، اعمل انت مش عارف. والغريب ان تلاقي الناس بتسمع كلامه. طب انت مين؟ هل انت تبع ده؟ تبع ده؟ هل ده يعرفك؟ هل ده يعرفك؟ ولا حد يعرفه في القعده كلها، بس هو دخل فرض باسلوبه وبطريقته على الناس اللي موجوده كل اللي هو عايز يقوله، والناس بدات تسمع كلامه. تلاقي وانت قاعد في الميكروباص الناس بتتكلم على الاجره، والناس بدات تزعق ومش عارف ايه، طلع واحد: ايه يا جماعه في ايه؟ خلاص انت ليك كذا خد، وانت ليك كذا. سكت الناس كلها، وبقى هو بس اللي بيتكلم، والناس كلها بقت بتسمع كلامه، ولو حد عايز يسال على حاجه بيرجع له هو تاني لنفس الشخص ده. فالشخص الكاريزماتيك او الشخص القائد ده، او احنا بنسميه قائد، القائد ده مش بيفرض نفسه على الناس، بالعكس ده هو بيبقى بيعمل التصرف والناس ماشيه وراه. جامعة ستانفورد عملت بحث على مجموعة من القادة عشان يشوفوا صفات القائد ده ايه، عشان يشوفوا شكل القائد ده بيكون عامل ازاي. لقوا ان القائد ده اولا، اول حاجة واهم حاجة بيهتم بيها القائد هو لبسه. لبسه بيكون مهندم جدا وشيك جدا، تبص له من اول نظرة ترتاح. تاني حاجة الاي كونتاكت، بيبص في عينك وهو بيتكلم معاك، مش مبرق لك بس باصص في عينك وهو بيتكلم معاك. تالت حاجة بيفهم وبيسمع كويس جدا. في فرق كبير جدا ما بين حد بيسمع وحد بيسمعك وبيفهمك. في حد قبل ما تقول له كلمه تلاقيه لقط معاك الكلمه على طول، دخل معاك في الموضوع على طول. وفي واحد بيسمعك وهو مش فاهمك، انت عمال تتكلم وهو عمال يتكلم، مش هتوصلوا لحاجه. ولكن القائد ده من صفاته ان هو اول ما بتسمعه بيتكلم. رابع حاجه، لما بيجي يتكلم بتكون كلمته صائبه جدا، ولو حس ان هو مش عارف حاجه في الموضوع ما بيتكلمش فيه اصلا. فالراجل ده بيكون كلامه قليل، مركز في كل كلمه انت بتقولها، شكله، اسلوبه، طريقه كلامه، كلها شيء، كل حاجه محسوبه بالملي. والقياده دي مش حاجه انت بتتولد بيها، بل هي ممكن تكون حاجه مكتسبه. يعني لما عملوا بحث على الناس دي اكتشفوا ان 60% من القياده حاجات مكتسبه، و40% بتبقى شكلك وطريقه كلامك. فخلينا نعرف ايه انواع القاده اللي موجودين دلوقتي. القائد الملهم. الملهم ده اللي هو عنده فكره ومجمع فريق وهم كلهم شغالين على الفكره دي، فدوم هو قاعد عنده رؤيه وعنده بصيره وعمال يحفز الفريق اللي معاه. تاني حاجه القائد المتزن، اللي هو بيبقى مثلا زي مدير في شركه او حاجه، فلما بيجي له مشكله بيبقى قائد في حلها، بيعلمك ازاي تحل المشكله، مش بيحلها عنك او بيعنفك. ثالث نوع من انواع القاده القائد الحازم، اللي هو عنده الكلمه كلمه واحده، هنعمل كذا يعني هنعمل كذا، وبيركز في كل التفاصيل، وبيكون شديد شوية في الحاجة اللي هو بيعملها. آخر واحد القائد الاجتماعي، وده القائد اللي بيكون عارف كل حاجة عن الفريق اللي معاه. كل الناس اللي موجودين معاه في الفريق بيكون عارف عنهم تفاصيلهم كلها. فلان ده شغال بعد الظهر، فلان ده عنده والدته تعبانه، فلان ده مش عارف ايه. هو قائد وعارف يدير فريق كويس، بس مقدر ظروف كل واحد، بيكون شويه ايموشنال. والقائد الناجح هو القائد اللي بيعرف يدمج ما بين كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي ويطلع شخصيه واحده. ايه الفرق ما بين الشخص القائد والشخص المتسلط؟ عشان انت ممكن يختلط عليك الامر. الشخص القائد هو الشخص اللي انت هتحس معاه باريحيه، وهتحس معاه ان انت بتتطور، وهيبقى عايز يطلعك لقدام. ولكن الشخص المتسلط ده الشخص اللي دايما بيحبطك. يعني انت لو جيت للاتنين بمشكله، لو جيت للشخص القائد الحقيقي بمشكله هيعلمك تحل المشكله، ويعرفك الخطوات اللي احنا المفروض نطلع بيها. ولكن الشخص المتسلط هيعنفك على المشكله، وهيأذيك بدنيا ونفسيا، مقابل ان انت جيت بس وقلت له انا غلطان في الحته الفلانيه. وعلى عكس الشخص الكاريزما، هنقابل في يومنا شخص من اسوأ الاشخاص اللي انت ممكن تقابلها في حياتك، وهو الشخص المغرور. الشخص المغرور ده أسوأ وأكبر شخص ممكن تقابله في حياتك، يأذيك بدنيا ونفسيا. ليه بقى؟ لأن الشخص ده دايما طول الوقت شايف نفسه أحسن من أي حد. هو عايز كل الأضواء متسلطة عليه، هو عايز كل حاجة بيعملها الناس تمشي وراه وتسقف له.
في عالم نفس اسمه ألفريد أدلر عمل بحث، وقال في البحث بتاعه ده إن معظم الناس المتكبرين أو الناس المغرورين دي بيكون عنده عقدة نقص، هو عنده فراغ جواه كبير جدا، فبيحاول يعوض الفراغ ده بإن هو يطلع نقصه على الناس، أو يعوض النقص اللي عنده ده بإن هو يقلبه بغرور على الناس. فمعظم الشخص أو الناس اللي عندهم غرور دول بتلاقيه من جوه فاضي، ما عندوش حاجة يقدمها لك. يعني انت لو مثلا دخلت مجال الجيم مثلا، واحد خد استرويد عشان يعمل جسم ويعمل فورمة كويسة ومش عارف ايه، واحد تاني حقيقي لعب وتعب وعمل فورمة كويسة من غير ما ياخد استرويد، ده عنده علم اكتر من ده بكتير، لان اللي عمل فورمة ده تعب فيها وشقى سنين، ولكن اللي خد استرويد ده ممكن يكون طلع العضلات دي في سنتين ثلاثة. ده شقى وده شقى، ده تعب وده تعب، بس ده تعب سنين وفهم اكتر، وده تعب سنتين ثلاثة وفهم اكتر. هتلاقي دايما ده مغرور جدا، متكبر جدا، مش عارف تتكلم معاه كلمتين على بعض، ولكن لو دخلت جواه وحاولت تاخد منه معلومة مش هتطلع منه بولا معلومة. شخص فاضي جدا لسه جديد في المجال ما يعرفش حاجة عنه. الشخص اللي جسمه يعتبر طبيعي وأهدى منه بكتير هتلاقي دماغه كبيرة ومتزن ومتواضع وعنده صفات كتيرة جدا مش موجودة على الشخص ده. طبعا أنا ما بعممش، ولكن أنا بديك مثل. وفي معلومة عايزك تعرفها كويس قوي، إن الشخص المغرور ده هو الشخص النرجسي، هما الاتنين شخص واحد. فصفات الشخص المغرور ده أو الشخص النرجسي إيه؟ أولا بيحب يكون محور القعدة، بيحب يكون محور الحديث، بس مش زي الشخص الانتروفيرت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيحكي قصص. لا، بيحب يكون محور القعدة، الناس تفضل تقول له كلام حلو، يعني دايما عايز الناس بمعنى أصح تطبل له. دي نقطة. تاني حاجة بيقلل من إنجازات غيره. لو حد جاله فكرة كبيرة جدا أو حاجة جميلة جدا يقول له أنا عملت كذا مش عارف إيه، يقلل منها ويقول له مثلا لا مش حلوة، ما عجبتنيش، كان ممكن أعملها أحسن منك. مش بيتقبل النقد نهائي. تعالى كده انقده في أي حاجة، قول له مثلا بس أنت كان المفروض تعمل التصرف ده بشكل مختلف، هتلاقي الدنيا اتقلبت، أنت أعلنت عليه الحرب. لأن هو بيتغذى، وده فعلا بحث اتعمل على الأشخاص النرجسيين، في حتة في المخ عنده بتتغذى وبتنشط على المدح والمديح، ان الناس تفضل تقول له الله انت جميل، الله انت حلو. هو بيحب يسمع ده، عنده استعداد يعمل اي حاجه في الدنيا مقابل ان هو يسمع كلمه حلوه. بيتغذى على الكلام الحلو مش التقدير الفعلي الحقيقي اللي الناس بتديهوله. وفي ناس كتير قوي بتخلط ما بين الثقة والغرور، ودي مشكلة كبيرة جدا، ان هو بيفكر الثقة في النفس غرور. طب ازاي اعرف الفرق ما بين الشخص اللي واثق في نفسه والشخص المغرور؟ الشخص اللي واثق في نفسه هتلاقيه عنده وعي بكل امكانياته، فاهم كل حاجة، هدفه ان هو ينجح. ولكن الشخص المغرور دايما بيقارن نفسه بغيره. لو بصيت على اتنين كده شغالين في مكان معين او في مجال معين، الشخص الناجح او الشخص الذكي ده او اللي عنده ثقة في نفسه بيبقى عايز يوصل لان هو ينجح، عايز يترقى، عايز ابقى تيم ليدر ولكن او مدير مثلا. لكن الشخص التاني عايز يبقى احسن من فلان، بس يعني هو بس هدفه ان هو يترقى على فلان او يترقى على علان، ما هدفوش اي حاجه تانية في الشغل. مش عايز يبقى مدير، مش عايز يبقى تيم ليدر، هو هدفه ان هو يطلع درجه على الناس دي. طب ايه سبب الشخص المغرور ده او الشخص النرجسي ده؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الشخص ده يوصل للمرحله دي؟ لو فهمت الاسباب دي هتعرف تتعامل مع الناس دي. اول حاجه ان هو يكون جات له فرصه، ربنا كرمه كرم سريع جدا، ومره واحده لقى نفسه في حته تانية، من واحد مثلا كان بسيط خالص ربنا كرمه بقى في حته تانية خالص، زي الناس بتوع تيك توك اللي هو يبقى مره واحده بين يوم وليله انفلونسر ومتابعين وناس مش عارف ايه وشركات بتكلمه، فجاه حس بقيمه نفسه، من واحد ما كانش حاجه خالص لواحد بقى كل حاجه في الدنيا ومحور الكون. تاني حاجه التربيه الخاطئه، ان الاهالي بيزرعوا في الطفل من وهو صغير انت احسن واحد في الدنيا، انت احسن من فلان، انت احسن من علان، والله ده انت امور، ده انت جميل، هو في اشياء من كده، هو في احلى من كده. فالولد بيطلع خلاص بقى نرجسي، شايف نفسه احسن من اي حد في الدنيا. او على النقيض تماما ان هو يحس ان هو اقل من الناس كلها، فعايز يثبت عكس كده. يعني هو شايف نفسه اوحش من الناس والناس اعلى منه، فعايز يثبت لهم ان انا احسن منكم او ان انا اعلى منكم. وده بيبقى شخص كذاب، وبنقابله في كل حاجه في حياتنا. ممكن يحور عليك في حاجه اصلا او يكذب عليك في حاجه، الحاجه دي مش مستاهله ان هي ان هو يحور او يكذب. يعني مثلا انت ممكن تتقبل صاحبك لو كذب عليك، لو قال لك انا هتاخر عليك شويه، انا بلبس الكوتشي، انا مش عارف ايه. لكن واحد صاحبك بيكذب عليك لمجرد الكذب، عارف انا النهارده شفت نيللي كريم وطلبت ان هي تتصور معايا بس انا رفضت، اصل مش من مستواي، اصل بتحس ان هو بيعمل مواقف خياليه ما فيش حد في الدنيا يصدقها عشان بس يبان قدامك باحسن صوره ويبان قدامك باحسن شكل. وغالبا الناس بتبقى عارفه ان هو كذاب، وغالبا الناس بتتعامل معاه على قد عقله، او الناس ما بتسمعلوش، وغالبا ما بيكونش حواليه صحاب كتير. تاني حاجه الخوف من الرفض، بيخاف ان الناس ترفضه، فبيحاول يحسسهم ان هو ذو قيمه.
بيخاف ان هو يخش مكان فالناس ما تتقبلهوش، فبيحاول يحسسهم انا زيكم او يمكن كمان احسن منكم، فبيبتدي يتعالى ويبتدي يتعامل بان هو متكبر او مغرور او نرجسي او مش عارف ايه. بيكون ده كلامه شويه قليل وبيكون بيبان عليه جدا في مشيته وطريقه كلامه التكبر والغرور اللي هو بيعمله. طيب انا لو حواليا ناس من دول قريبين مني، مثلا مدير، صديق، مش عارف ايه، حد قريب مني بتعامل معاه وهو نرجسي، ازاي اتعامل معاه؟ اول حاجه اوعى تفكر ان انت تقول له انت غلط. مصيبه سودة، هتخش معاه في حرب مش هتخلص. اول ما تقول له انت غلط هتخش في كميه هجوم مش طبيعيه، طق 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 طق، لان ده عكس طبيعته. هو انا زي ما قلت لك في حته في مخه اصلا بتتغذى ان هو يسمع كلام حلو. ففكره انت غلط او انت صح او انت مش صح دي انت قلبت الموازين، انت قلبت الدنيا، مش هتعرف تاخد معاه حق ولا بطل. هتخسر النقاش، هتخسره، لانه مستحيل يتنازل عن فكره ان هو صح وان هو الافضل. اول حاجه ما تقولهوش انت غلط. تاني حاجه خليك هادي وواثق في نفسك، واوعى طريقته واسلوبه يخلوك تحس ان انت اقل منه فعلا، لان هو بيحاول يعمل كده طول الوقت وهيفضل ثابت على موقفه. ما تخلوش يحسسك ان انت اقل منه، انت مش اقل من حد. دي تاني حاجه. تالت حاجه خليك واضح وصريح وحط له خطوط عريضه. قول له كذا 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 بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطه، وابدا بكلمه صح والله برافو عليك انت عندك حق، كان المفروض فعلا نعمل اللي انت بتقول عليه ده، بس انا وجهه نظري كذا. دايما اديله مديح في الاول وبعد كده قول اللي انت عايز تقوله. اكسبه بالعاطفه وحاول تحسسه ان هو دايما اكبر منك. ولو عايز تعمل حاجه زي ما بنقول كده، لو عايز تخش الشارع اللي جاي خليه هو اللي يشاور لك عليه مش انت اللي تشاور عليه. اطلب منه حاجه بلفه كبيره جدا بحيث ان هو اللي يقول اللي انت عايز تسمعه، عشان يحس ان هو فرض سيطرته عليك ويحس ان هو عمل كذا. خصوصا لو الشخص ده مديرك في الشغل او الشخص ده صديق قريب منك جدا وانت بتحبه ومش عايز تخسره، او حد من اهلك ليه سلطه عليك زي والدك او والدتك. ففي فرق كبير جدا ما بين الثقه والغرور، لازم نكون عارفينهم ولازم نبقى عارفين الشعرايه اللي بينهم. ولازم تعرف تفرق الشخص اللي قدامك ده مغرور ولا واثق في نفسه عشان تعرف تتعامل معاه. الشخص الواثق في نفسه هيكون هين لين في النقاش، وهتعرف توصل معاه لحاجه وممكن انتوا الاتنين تطلعوا بافضل نتيجه. خلصنا بقى الشخص المغرور، وخلينا نخش على اكتر شخصيه الناس بتهتم بيها، وهو الشخص التوكسيك. الشخص التوكسيك او الشخص السام ده بيأذيك فعلا نفسيا وبدنيا. يعني ايه بيأذيك نفسيا وبدنيا؟ يعني جامعة ستانفورد عملت بحث فعلا على 500 موظف شغالين في شركة، لقوا ان الاشخاص السامة دي لما تكون موجودة في الشركة او موجودة في مجال الشغل، الاشخاص دي بتقلل الانتاجية بنسبة 30%. انت متخيل يعني ايه تقلل الانتاجية بنسبة 30%؟ يعني انا لو هيجيلي 100,000 يجيلي 70,000 بسبب وجود اشخاص موجودين معايا في المكان. الاشخاص دي توكسيك وسامة. فخلينا نعرف ايه مواصفات الشخص السام ده ونتعامل معاه ازاي. في ناس كده اول ما تخش المكان تحس ان المكان ضلم، مكان اتقفل، تحس ان انت اتخنقت. الناس تفضل تبص لبعض كده تقول يا فلان ده وصل، يا ساتر يا رب. وفي ناس اول ما تشوفه تمشي على طول. الشخص السام ده مش لازم يكون شخص مسيطر او غيور او شخص بيقول كلام وحش. ممكن يرسم دور الضحيه. ممكن الشخص السام ده يكون واحد طول الوقت عايش في دور الضحيه، يفضل يقول يشكي لك همه ويقرفك ويديك في طاقه سلبيه، تقوم من معاه مخنوق، تحس ان انت مش قادر تشتغل. يا اما يكون شخصيه سامه في كلامه، دايما طول الوقت بينتقدك بيقول لك كلام وحش. يا اما يكون شخصيه غيوره مش عايز لك الاحسن، عايز طول الوقت يكون هو افضل منك، عايز طول الوقت يكون هو الاحسن في الوضع ده. الشخص السام ده بيكون كل الصفات الوحشه اللي احنا قلناها في الشخص النرجسي او الشخص المغرور، وحط عليها بقى صفات تانية ان هو كمان مش عايزك تعلى ولا عايز يشوفك بتنجح في اي حاجه في حياتك. هو عايز يوقعك ويغرقك لمجرد ان هو بيغرقك انت، مش عشان هو يطلع شبه الشخص النرجسي او الشخص المغرور. يعني ده كمان ما بيحبش نفسه. دي شخصية شريرة جدا، أعوذ بالله، ربنا يا رب ما يوقعك فيها. طيب إزاي أتعامل مع الشخص السام ده؟ أول حاجة افهم هو ليه كده. يعني في واحد مثلا في شركة بقاله كتير جدا، عايز يترقى ونفسه يترقى ونفسه يوصل لترقية ومش عارف يوصل للترقية دي. فجأة حد جديد جه من الشركة قال لك الشخص ده بقى مدير عليكم. الشخص اللي بقاله سنين نفسه يبقى مدير ده وما بقاش مدير، عايز يبقى مدير وبيحاول وبيحارب وبيلف من فرع لفرع وبيضغط نفسه في الشغل وما بقاش مدير، وجا واحد تاني لسه جاي جديد بقى مدير عليه. فالشخص ده بقى شخص سام، بقى شخص توكسيك، عايز يغرق الراجل ده، عايز يوقعه. مش عايز بقى هو يعلى لان هو عارف خلاص ان هو مش هيعلى، بس عايز يغرق الشخص ده. فلازم تكون فاهمه وقريه كويس جدا، بس ما تخليش ان انت فاهمه ده يخليه يحط لك السم في العسل، او تخليه خلاص انا فاهم الشخص ده عايز يأذيني فسيبه يأذيني. لا طبعا انا مش بسمح له بحاجه زي كده. وتاني حاجه حاول تبقى فاهم دايما ان الشخص ده ممكن يطلب منك طلبات
غير منطقية بالمرة، بيطلب منك حاجات مش طبيعية خالص، بيطلبها منك دايما، ودايما لما تيجي انت تعملهاش يحسسك ان انت مقصر معاه، او ان انت غلط، او ان انت مش عارف ايه، دايما مطلعك غلط. فحاول تحط حدود معاه وتقول لا في كل المواقف اللي هو بيطلبها منك، لان الشخص ده عمره ما هيجيلك بهديه حاجه كويسه، ولو جالك بهديه اعرف ان وراها مصيبه سوداء. فالشخص ده انت بتبقى عارف، حاول على قد ما تقدر تحط حدود معاه وتقول لا بشكل واضح وصريح ومن غير اي كسوف. طيب تالت حاجه بقى، ان انت تكون عارف الشخص التوكسيك ده ومجهز نفسك نفسيا ان انت هتتعامل معاه، وتكون مجهز دايما ردود لكل حاجه هو ممكن يقولها لك، وتحط في دماغك كده سيناريوهات خياليه لو انت بتتعامل مع الشخص ده في شغل مثلا او حاجه، ممكن يجي يقول لي كذا فهرد عليه اقول له كذا، او العكس ممكن يحصل كذا فاعمل كذا. خلي عندك دايما خطه مستقبليه للتعامل مع الشخص ده، وحاول ما تخشش معاه في اي حرب، بس واجهه بالطريقه اللي انت المفروض تواجهه بيها، بهدوء وبمنتهى الشفافيه. وضح له انت عايز تقول ايه بمنتهى الهدوء خالص. ما تحاولش ان انت تخش معاه في حرب، ما تحاولش ان انت تخش معاه في اي كلاش. واخر حاجه، احمي نفسك بان انت تحط حواليك ناس في بيئه صحيحه، في بيئه كويسه. حاول ان انت تختار الناس اللي حواليك، عشان الناس دي فعلا مؤذيه جدا جدا جدا. العلم اثبت ان الناس التوكسيك دول بيزودوا في جسمنا هرمون اسمه كورتيزول. الكورتيزول ده هرمون التوتر والقلق، لو على في جسمك هيعمل لك مشاكل وهيعمل لك امراض، غير ان هو بيزود الوزن وبيعمل كوارث سوداء. فحاول على قد ما تقدر ان انت تبعد عن الاشخاص السامه في حياتك، وحاول ان انت تنتقي الناس اللي انت هتتعامل معاها. خليني بقى ادمج لك كل الشخصيات اللي انا قلت لك عليهم دول في شخصيه واحده، وهي الشخصيه المتوازنه. مين الشخصيه المتوازنه؟ الشخصيه المتوازنه دي اللي بيقولوا عليها اللي هو واقف في المنتصف الذهبي، واقف في حته كده في النص، ولا هو انطوائي قوي ولا هو اجتماعي قوي ولا هو مغرور ولا هو واثق في نفسه، ولا تحس ان انت مش عارف تفسر الشخص ده، ولكن الشخص ده محبوب جدا من الناس اللي حواليه، وهو نفسه مرتاح ومتزن نفسيا. يعني الشخص ده مش خبيث، مش هيبقى مؤذي للي حواليه، ومع ذلك هو طموح جدا، عنده اهداف وطموحات. هو اكستروفيرت جدا، منفتح وممكن يساعد الناس، وبرضه انطوائي في ساعات معينه. فهو بيعرف يوازن ويعمل كل حاجه. طيب ايه صفات الشخصيه المتوازنه؟ اول حاجه، بيقول نعم في الوقت اللي المفروض يقول فيه نعم، وبيقول لا في الوقت اللي المفروض يقول فيه لا. يعني امتى يقول ايوه وامتى يقول لا دي دارسها وعارفها كويس جدا. بيعرف يقول لا بشكل كويس، ما يجرحش الشخص اللي حواليه او الناس اللي بتطلب منه الطلب، وبيعرف يقول ايوه امتى في الوقت اللي هو بيقول. بيسمع الناس كويس جدا جدا جدا، ومع ذلك بيقول قراراته، وقراراته بتكون صائبة وكويسة جدا. ومع ذلك وان هو بيسمع الناس وبيقول قراراته، ما بيخليش حد يتحكم فيه. اهدافه واضحة وثابتة، وعارف هو عايز يوصل لايه، ومش بيستغل الناس اللي حواليه عشان يوصل اللي هو عايزه، ولا بيأذي الناس اللي حواليه عشان يوصل اللي هو عايزه. شخصية جميلة ومريحة نفسيا، انت لو اتعاملت معاه هترتاح معاه نفسيا، وهتتعلم منه كتير جدا جدا جدا. كاريزما في نفسه، واثق في نفسه، اسلوبه كويس جدا في الكلام، كل كلمه بيقولها جميله وحلوه، وهو مرح وخفيف على القلب وتحب تقعد معاه. والشخص ده انت لو عملت معاه موقف هتلاقي الشخص ده مش بيرد رد في ساعتها، بياخد وقت شويه عبال ما بيفكر في الحاجه اللي بيعملها، وغالبا لو رد في ساعتها ما بيردش بانفعال. يعني الشخص ده انت لو دخلت انت هو في كلاش مباشر ما بتلاقيش منه انفعال، بتلاقي منه هدوء وبياخد حاجه بسلاسه جدا، ولما بيجي يرد بيرد رد صائب وكويس. طيب ازاي اوصل لمرحله ان انا اكون شخصيه متوازنه؟ اول حاجه واهم حاجه، وانا قريت كميه كتب كبيره جدا، كل الكتب اللي انا قريتها ليها علاقه بعلم النفس كان في جزء منها بينص على حته ان انت تقعد مع نفسك في اخر كل يوم، ومش تجلد ذاتك. سيبك من جلد الذات ده، انا عملته وخليته سويته تقعد تندب حظك. ان انت تقعد تشوف المواقف اللي حصلت معاك في يومك، ودي مهمه جدا، وتبتدي تراجعها وتقول انا كان في الموقف ده المفروض اتصرف كذا، وفي الموقف ده المفروض اتصرف كذا. بلا مبالغه 80% من كتب علم النفس اللي انا قريتها في حياتي كانت بتتكلم على الموضوع ده. كل اخر يوم اقعد شوف نفسك كان المفروض فعلا في الموقف ده تتصرف ازاي، وكان المفروض تقول ايه، عشان لما تيجي تتعرض للموقف ده تاني تتعرض له بشكل احسن، وتكون عامل له بلان بي في دماغك. تاني حاجة إن أنت تنظم طاقتك وتنظم وقتك. تنظيم الوقت أنا اتكلمت فيه كتير، ممكن تخش على الصفحة عندي وتشوف. تنظيم طاقتك بقى إن أنت ما تهلكش نفسك طول اليوم في الشغل مثلا، فما يبقاش عندك طاقة إن أنت تتكلم مع أهلك في البيت. ما تهلكش نفسك في التمرين مثلا، فما يبقاش عندك طاقة إن أنت تشتغل. وزع طاقتك وخلي عندك الفكرة دي كويسة جدا، حاول إن أنت تنظمها في يومك.
تالت حاجة اقبل النقد. لما يجي حد يقول لك انت غلطت في حتة فلانية، مش حد قصده التقليل منك، ولكن حد قصده ان انت تعلى وكان المفروض تبقى احسن، حاول على قد ما تقدر ان انت تتقبل النقد وتعمل اللي هو بيقولك عليه وتفكر فيه كويس جدا. واخر حاجة ان انت تمارس رياضة او تمارس تأمل او تقعد مع نفسك تفكر كتير. الحاجات دي مهمة جدا وما تهملهاش عشان تعرف تكون شخصية كويسة وناجحة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا واشوفكم في حلقات تانية كتير من برنامج عقل وقلب، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا، صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة.